بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي وبناتي، تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع التربية الإسلامية للصف الخامس، وكنا قد عرضنا قبل ذلك الوحدة الأولى بأكملها، ثم نبدأ بالوحدة الثانية إن شاء الله، وعنوانها القرآن يبني العقيدة. وفي هذه الوحدة سندرس في العقيدة القرآن وعقيدة المؤمن. في القرآن والتفسير سورة الجن تلاوة وحفظ وتفسير. ورتل القرآن ترتيلا. في الأحكام سنتناول أحكام الميم والنون المشددتين. في الوحدة الأولى أخذنا درس القلقلة، وتعرفنا أن القلقلة نوعان: قلقلة كبرى وقلقلة صغرى، وعرفنا حروف القلقلة وكيف نأتي بها. في العبادات تناولنا درس الصيام، ونكمل أثر الصوم على سلوك المسلم. في السير والشخصيات كانت آخر حاجة تناولناها في الوحدة الأولى غزوة مؤتة وسيدنا خالد بن الوليد. أما في الوحدة الثانية فنتناول نقد قريش لصلح الحديبية وموقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما في درس القيم والأخلاق فقد تناولنا في الوحدة الأولى درس بعنوان الشجاعة، أما في الوحدة الثانية فيأتي درسها بعنوان الإخلاص. فمع درس العقيدة في العقيدة، الدرس الأول القرآن وعقيدة المؤمن. في غرفة المعيشة بعد صلاة العشاء كان الأب يمسك بالمصحف ويقرأ منه بهدوء. ذهب ابنه سالم إليه وقال له: أبي، هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ الأب: بالطبع يا بني، تفضل، سل ما تريد. سالم: قرأت يا أبي أن تلاوة القرآن وتدبر معانيه يقويان عقيدة المؤمن، فكيف يحدث ذلك؟ أجاب الأب: إن القرآن ليس كتابا يقرأ فقط يا بني، بل هو مصدر العقيدة وأساس الإيمان، فمن خلاله يعرف المؤمن ربه وأسماءه وصفاته، فيزداد حبا لله تعالى وثقة به. والقرآن كذلك يبني عقيدة المؤمن بشكل متكامل، فيؤكد على الإيمان بالملائكة، فهم رسل بين الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالكتب السماوية جميعها، مع التأكيد على أن القرآن هو المهيمن عليها والخاتم لها. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم جميعا بشر اصطفاهم الله تعالى، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وجنة ونار. والإيمان بالقدر خيره وشره. جاءت ريم تسأل أباها: وكيف يحمي، تسأل أباها وأمها: وكيف يحمي القرآن عقيدة المؤمن يا أمي؟ أجابت الأم: يحمي القرآن عقيدة المؤمن من الانحراف، فينفي عن الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد، ويحارب الخرافات والأوهام، ويؤكد على أن العبادة بجميع أنواعها
لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، وبذلك يطمئن قلب المؤمن وتقوى عقيدته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية الثانية يا أبي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية من سورة الإسراء رقم 82. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد أبنائي وبناتي، وإلى التدريبات والأنشطة إن شاء الله، وإلى لقاء آخر مع درس آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.